ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي. النهارده معاكم في قناتي ده حياتي وده شغلي. هنعمل معاكم عيش صحي او قراقيش صحيه جميله جدا ومفيد جدا. ينفع في الفطار او ينفع في الغدا، ينفع تاكليه كده، ينفع تحطي عليه جبنه، تاكليه مع بيضه، مفيش مشكله. العيش مليان بالاوميجا 3 ومفيد جدا وبيساعد على زياده الحرق. محطوط فيه حاجات بتزود الحرق. تمام. مليان بالفيتامينات والحاجات الطبيعية الجميلة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي معاكم نعمل العيش بتاعنا. معانا 250 جرام من الكوسة مقطعينها شرايح بالشكل ده كده. معانا ربع كوباية من بذور الشيا، ومعانا كوباية من الشوفان ورشة من الملح وشوفان للتزيين. تمام. اول حاجة هنجيب الكزرونة بتاعتنا، هننزل بيها بالكوسة وهننزل عليها بميه سخنه. نسيب الكوسه تتسلق جامد. تمام. هنعمل بقى بذور الشيا دلوقتي. هننزل بربع كوبايه بذور الشيا، هننزل عليها بربع كوبايه من الميه. هنسيبها منقوعه من ساعه لساعتين. كل يعني عشان تدينا الماده الجيلاتينيه بتاعتها دي حلوه قوي. مش ما عندكيش بذور شيا، ينفع بذور الكتان، جميله جدا. تمام. بعد ما عدى ساعتين على بذور الشيا، شايفين شكلها عامل ازاي؟ هننزل بقى بيها في الطبق بتاعنا بالشكل ده كده. بصوا شايفين عامله ازاي. هننزل عليها بالكوسه اللي اتسلقت. الكوسه دي هريناها في السوا جامد زي ما احنا شايفين كده. هندمجهم مع بعض. هننزل عليهم بمعلقه ملح، معلقه جنزبيل، معلقه كركم، نص معلقه من توم البودر، نص معلقه من البصل البودر، نص معلقه قرفه، نص معلقه فلفل اسود. هننزل بقى بكل المكونات بتاعتنا دي على الخليط بتاعنا وهنقلبهم معاه كويس الشكل ده كده زي ما احنا شايفينه كده. بصوا لازم تندمجوهم كويس جدا. هنجيب بقى كوباية الشوفان، هننزل بقى الخليط بتاعنا. لو احتاجنا مية هنحط، ما احتاجناش احنا مش هنحتاج، بس عشان كده كده الكوسة اصلا فيها سوائل فاحنا مش هنحتاج ان شاء الله. زي ما احنا كده بنعجنها معاكم بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم القراقيش دي جميله جدا ومفيده قوي. هنجيب بقى بعد ما عجناها بالشكل ده كده، هنجيب بقى طبق فيه شويه ميه صغيرين وهنبل ايدينا عشان العيش بيلزق شويه. وهنجيب الصاج بتاعنا ده ممسوح دهنه من الزيت الذره. تمام. معلقه واحده صغيره. هنبطط بقى العيش بتاعنا بعد ما كورناه بالشكل ده في الصاج بتاعنا. هنفضل بصوا بالراحه كده. بعد كده هنزينه بالشوفان. بصوا زيناه بالشكل ده كده بالشوفان زي ما قلنا لكم، جميل جدا. هنعمل معاه كمان واحد بالشكل ده كده، كوره. هنكورها بقى بالشكل ده وبرضه هنبططها بنفس الشكل. هنزينها بالشوفان. العيش ده مفيد جدا جدا حتى للاطفال يا جماعه. اعملوا له ولادكم عشان فيه اوميجا 3 بتنمي الذاكره جدا وتشغل المخ كويس. والناس اللي عايزه وزنها يبقى فيه حرق بيعلي الحرق. خلصنا الكميه دول، عملنا 8 وحدات. الكميه بتاعتنا عملت 8 وحدات. هندخلهم بقى الفرن على درجة حرارة 180. هياخدوا بالظبط ربع ساعة. الرف التحتاني هنشغله دقيقة من فوق الشواية وخلاص. بصوا تحفة وجميل جدا ومقرمش. انا مسمياه قراقيش ومسمياه عيش، مش عارفة اقول لكم، انا مش عارفة اسميه ايه. اللي يعرف يقول لي اسميه ايه اسميه. ما تنسوش بقى اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي. ده حياتي وده شغلي، بحبكم في الله. يا ريت كلكم يا جماعه تجربوا كل المواصفات اللي انا بعملها.